يا أهل السطوح تنطونا للروح. ماتينا يا ماتينا حل تشيس من طينا. ماتينا يا ماتينا حل تشيس من طينا. ماتينا يا ماتينا حل تشيس. تعلن أحد المحافظات العربية محافظة عن حاجتها لمساعدة دولية من دول الجوار ممن تتوفر لديهم فائض في الجنسيات الوطنية. طبعا مثل ما نعرف اللي يطلب مساعدة دولية يكون عنده فد كارثة إن شاء الله وقع على رأسه، حرب، اكو احد غزاه، اكو جيش عظيم غزاه. بس هاي المحافظة من الدول اللي تعاني من تعدد الجنسيات الخارجية. أنا أعتقد كلامكم هاي الكويتيين لو هندي لو فارسي. بدأ غلط عليها. وندرة الجنسية الوطنية، يعني مثلا عندها سرب جنسيات من معين جريئة، قطيع جنسيات من شمال الأمازون، وكم جنسية وطنية يقولون هذول الأصل. المهم يعني بين قوسين الجماعة صايرين كوكتيل جنسيات. كما طلبت هذه المحافظة العربية بتغيير موقعها الجغرافي بحجة مرور خط الزلازل الثوري بها. طبعا الجماعة قالوا احنا غشنا مثلهم. قلت لكم هم صايرين كوكتيل جنسيات، بس جنسيات على الورق، يعني ما يصير تحط الورق بصف النار، لأن النار شاطرة وتحرق كل من يتحداها، خاصة إذا هاي الورقة عندها سوابق وصارت ورقة محروقة واحترقت لي ما قالت بس. أو أخوان خلينا نكسر جو السياسة ونقلب الموضوع شقة ونكات وحزازير. وأنا أول واحد راح أحزلكم حزورة. محافظة آسيوية حجمها ما يتجاوز حجم طبق البيبسي، اسمها يشبه اسم محافظة في كوكب العراق العظيم، بس زايدة يا عشت يا ابن بلادي ما يفوتك شيء. هاي المحافظة أبد ما تقعد راحة وتشمر بكل ما تملك من ضعف. ومن تريد تشمر ما تشمر على بقدها، لا تروح على اللي الله نعطيه كل سبل القوة والثبات. يعني مثل من يجي بزون يشمر على أسد. طبعا أنا قبل شوية كنت بداخل الروضة، واللي ما يعرف الكرادة فالكرادة بقد المحافظة العربية اللي نحكي عنها. خلينا نرجع للموضوع. بهاي الروضة صارت ثورة من الأطفال وصار بيها تهديد وحكي علني، وطلبوا الاطفال بداخل الروضه يهجمون على هاي المحافظه اللي قبل ما تقدر تقعد راحه وتبقى تتجاوز وتشمر باكثر فوق طاقتها. واحنا بقينا 3 ساعات نهدئ بيهم ونوعدهم انه هاي الدوله او المحافظه او البلده اللي اصغر من الكراده راح تقعد راحه وتبطل سوالفها العلنيه وتبطل تندق بتاج راسها العراق. وطلبنا من هذول الاطفال ضبط النفس وقلنا لهم الشغله ما تستاهل، واحنا ضامنكم بالشدايد هذول ما نريد نتعبكم عليهم. وهم قبلوا وقالوا بس كل واحد يطلع بالمسطره مالته وهم نسقطها بنص ساعه. والحمد لله بعد تدخل الماما يسرى والماما حنان فكينا الاشتباك وانتهى كل شيء وقنعنا اطفال العراق الابطال انه هاي الدوله صغيره ما راح تسوي وكاحه وتقعد راحه. طبعا بهاي المحافظه اللي بيها وحده ابوها ما ادري مطير شيء او يعني شيء له علاقه بالحمام. تدرون شو تريد؟ تريد تحسن صنف الرجال بهاي المحافظه او البلده. هي ما فيها تحسن صنف الرجال، هي تريد تسترجع صنف الرجال بعد ما انقرض عندهم وتحول الى جنس. وحق المرأة من الطالب بأزواج أجانب حتى تحسن الصنف، لأن نص ظلمهم طفروا البلاد المنشأ للهند، والنص الثاني انقسم نصين، نص صاروا جنس ما أدري ايش قد رقمه، وبقوا كم واحد طاش بيهم حالة استجقام، فالمرأة حقها خطية. هاي المحافظة بالآونة الأخيرة قامت تتحارش، وتتحارش بيمن، تتحارش بأكبر رمز من رموز ديمومة الكرة الأرضية، العراق العظيم، اللي لا هي ولا اللي دزها ولا اللي دا يعربنها راح يقدرون بيوم من الأيام يوصلون لشتافة ويصعدون عليه، وحتى من كثرة سكاكينه ما قدروا عليه. يعني انتم لكم حق يمنا، واللي ياخذ حقه لو بلسانه لو بيده، وانتم ما قدرتوا علينا لا بلسنتكم ولا بيديكم، هذا مو ذنبنا، هذا ذنبكم انتم ضعفاء. صيروا اول حضاره بالتاريخ وسووا اكبر جيش بالشرق الاوسط وخامس جيش بالكرة الارضية، وراها تعالوا خذوا حقكم شلون ما تردون. هاي اذا كان لكم حق يمنا. احنا مو جيران يا شعب الجوار، ليش كل هذا التعدي علينا؟ لا تزعلونا ترى هالمره هاي ما حد يطلعنا اذا طبينا. في امان الله. اصبر يا عراق وقوم ولدك بينا كل الزود، قبرنا يصير لك طلقات والنخلات كلها جنود. اصبر يا عراق وقوم ولدك بينا كل الزود، قبرنا يصير لك طلقات والنخلات كلها جنود. ولدك يا عراق صباح غيرتنا تهز القاع، والبخيرك اجا طماع قبر هنا حفرنا له.